أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير، ويا أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. نرحب فيكم طبعا اليوم في ثالث حلقات برنامجنا نجوم لا تنسى مع عبد الله بنوفل. هذا البرنامج اللي انوجد لكي يكرم ويعيد أمجاد لاعبين أساطير، لاعبين كبار قدموا للكرة البحرينية الكثير والكثير. طبعا ضيوفي اليوم ما يقلون عن ضيوفي الحلقات السابقة، نجوم كبار لهم كل تقدير، لهم كل احترام، لهم كل مودة من الجميع جماهير الكرة البحرينية. طبعا في البداية أرحب طبعا بالوالد العزيز والمربي والنجم الكبير جمعة بشير. يا مرحبا فيك يا يبا. اهلا وسهلا، وانت شرف بكون في اي وقت. الله يسلمك. الله يطول عمرك، الله يطول عمرك. كذلك نرحب ايضا بالنجم الكبير اللي دائما يطلقون عنه القيور، عدنان ضيف. يا مرحبا. مرحبا بك، مشكور وما قصرت، بيض الله وجهك. واللي قاعد تسوي لنا يعني شو اقول لك، تشكر عليه، بيض الله وجهك. اللي شفنا ابو محمد وشفنا شاكر وشفنا عيد، يعني مثل برنامجك هذه يعني ما تشوفنا، ما قد شفنا الصراحه. الله يطول في عمرك، اقل من حقكم بعد ايضا. بيض الله وجهك، ما قصرت. وجهك ابيض، الله يطول عمرك. ابو محمد بعد والله ما يعني عورني قلبي عليه. يحفظك. اي والله هذه اسطوره، لكن حبيب قلب الشيخ محمد. يستاهل ابو محمد، وما هي قريبه عليك يا ابو علي. ترى يوزا وانا ما يعق الصيحه في عيني. الله يطول عمرك ان شاء الله. والله العظيم عارفني شكور. الله يطول في عمرك ان شاء الله ولكم طولة العمر. ايضا نرحب طبعا بالنجم الكبير اللي صراحه انا من زمان انتظر ان اجري معاه لقاء. راح نتحدث عن تاريخه الطويل ان شاء الله في اثناء لقائنا، ما نبي مقدمتنا تحرق اي شيء. طبعا النجم شاكر عبد الجليل. يا هلا وقلا فيك. اهلا والنعم فيك ابو حمد، خطوه عزيزه ونتشرف. وبصراحه مثل ما قالوا الجماعه وسبقونا، الشيء اللي سويته هذا مو شيء عادي تعجز عنه مؤسسات كبيره ما سوته. يعني هذا خطوه تحسب لك، ومشكور على التجمع، والله يوفقك ان شاء الله. الله يطول عمرك، بالعكس هاي شرف لنا، الله يسلمكم. كذلك نجم يعني يمكن ربما في السن ما يكون كبير، ولكن انولد هو نجم بهدوءه، نجم باخلاقه. طبعا نرحب بالكابتن مرجان عيد. يا هلا وقلا فيك يا كابتن. مرحبا فيك، والله احنا اللي نرحب فيك اول شيء، ونرحب في اخونا ابو محمد والاخو شاكر واخوي عدنان في هالتجمع الحلو اللي احنا يعني عاجزين ان احنا نشكرك فيه. وان شاء الله ان احنا نكون يعني نوصل الشيء اللي يفيد البرنامج ويثري البرنامج من خلال هذه الحلقات. ما في شك، ما في شك، اخواننا اللي سبقونا في ما في شك انكم راح تثرون هذا اللقاء. واعتقد ان الجماهير البحرينيه اليوم كلها متعاطشه تبي تسمع منكم. بس قبل لا ابدا، بس خلوني اتقدم بجزيل الشكر والامتنان لبحرين بي، هذا المكان الرائع صراحه اللي وفروا لنا. اشكر ايفنز واي كيو اللي وفر لنا هذه الجلسه اللي صراحه ما مقصرين علينا والله. مهما نقول مهما نتكلم ما اعتقد ان احنا نعطيهم حقهم. كذلك البركه، جمال شويطر، حلويات جمال شويطر، ايضا الحواج، قهوتنا، اللمسه الماسيه. يعني ما ابي انسى احد، ولكن هذه اصحاب فضل علينا على هذا البرنامج لان دعمونا. طبعا ما انسى في المقام الاول ان اتقدم بجزيل الشكر لسمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد على دعمه للبرنامج، وايضا سمو الشيخ عيسى بن علي الله يطول في عمره، وسعاده الشيخ خالد بن سلمان. كلهم دعموا هذا البرنامج لايمانهم بان انتم تستحقون الاكثر والاكثر. خلونا نبدا في طبعا ابو القعده، خلينا نسميه، لا الحشيمه ولا الكرامه. طبعا ابو محمد، جمعه بشير، ابو لمعه، يحلو لعشاقك هذه التسميه، واحنا عرفنا جمعه بشير ابو لمعه. ماذا يعني لك هذا اللقب، وهل يحلو لك ان الناس تسميك ابو لمعه؟ طبعا هذا الشيء انا اتشرف به، لان الناس كلها اطلقت علي ابو لمعه. محلي اروح حتى الصغار ويا ابوه تقول يا ابوي، يقول له ابو لمعه. شوف خاصة انا سنه صغير يقول لي ابو لمعه. يعني هذا شيء افتخر به انا، والحمد لله احمده واشكرك عليه. من اطلق عليك لقب ابو لمعه؟ والله اطلق علي صراحه الاستاذ علي كمانجه، الحكم الدولي في ذاك الوقت. الصراحه هو اللي طلق علي، لان انا كنت الله يسلمك التمرين كنا الساعه 3. نعم. الله ينعم حالكم، وانا جاي اركض خبرك، وانا بعد
كنت اول تدهن وذي خبرك صعب لازم تدهن اي عشان الملحه تروح وانا نازل الملعب. اقول لك والله وابدا. ورحت عقى اسال علي ولا يقول لي مجتمع باللاعبين لو سمحت اسالك، يقول ها ابو لامع ايش فيك تلمع؟ ومشيت علي من ذاك الوقت من يوم قبل في الاشبال ليوم وكذي. وانا ذي الاسم صراحه افتخر به لانه شيء ما كان يضرني، بالعكس اللي هو بالعكس واحنا نفتخر باسم ابو لامع سواء كان ابو لامع الاب ولا الابن. الله يحفظكم ان شاء الله. تسلم الله يحفظكم. عدنان ضيف، اسمك مرتبط بشيء جدا جميل. انت ما عندك غيره على احد، ولكن انت غيور على ناديك المحرق، غيور على منتخب البحرين. يعني عدنان ضيف معروف انه هو الغيور. ماذا يعني لك ذي وشلون جبت هذه الغيره اللي صارت عندك من الداخل؟ هذه الله يسلمك يطول لي عمره احمد سلمين، هو اللي زرع فينا حب النادي وزرع فينا اشياء كثيره. احمد سلمين لما تيجي على المنتخب كان الله يرحمه حمزه ميرزا، كان ينصحنا وكان يقول لنا ويكلمنا ويحاكينا وعلى حب بلادنا وعلى يعني في ناس يعني وايد وقفوا ويانا. بس لما يقولوا لي عن نادي محرق، نادي محرق هم اهلي، هو بيتي، هو امي، هو ابوي. لان يعني بالنسبه لي انا تحت شخصيا ما علي يعني من غيري، بس انا يعني في الصغير وفي العوده دائما يفزعون لي، يعني مره الوالده ومره الوالد ومره، فسووا لي اشياء يعني يشكرون لي، خاصه الشيخ حمد بن احمد والشيخ احمد والشيخ راشد وزيرنا في والشيخ حسام وخليل، يعني الشيخ ما شاء الله وايد شيوخنا. فهذا اللي زرعوا فيني هالاشياء هذه. وانا اقول لك صراحه انا يعني غير محرق ما يدور في راسي. يعني المحرق هي كل شيء بالنسبه لي انا. واضح. ككره قدم لما تقول عن محرق يعني كم احنا يعني فيها متنا قلنا احنا نادي محرق بينزل، ما قدرنا. السيد جمعونا وطول لي عمره محمد بن دينه شكل لجنه والحمد لله الفريق مشى من احسن ما يكون. الحمد لله. بغض النظر عن بطوله الدوري هذه، احنا كنا في فتره جدا صعبه وكنا ميتين. نادي محرق ينزل هذه عوده بعد في نعم. لكن الحمد لله بجهود محمد بن دينه ووقفه ابو حسام حمود طول لي عمره مش الفريق من احسن ما يكون. يعني هذه الاشياء اللي زرعت فيك، اللي زرعت فيني هذه. الله يطول في عمرك. عمرك حبيبي. الله يطول في عمرك. حياكم، تفضلوا حياكم. هذه طبعا نشكر كوفي شوب ريفر طبعا الموجود في بحرين بي، دائما يقدمون حق ضيوفنا مشروبات البارده والساخنه، وصراحه يعني اصحاب الكوفي شوب ما بمقصرين صراحه ويانا، والله يعطيهم الصحه والعافيه. ثانك يو. بالعافيه. الله يعافيك. يبون بعد شويه. بالعافيه. شكرا. بالعافيه. شكرا. انه طب نواصل حديثنا يا كابتن. طبعا شاكر عبد الجليل، شاكر عبد الجليل طبعا ما في سؤال يخطر على بالي غير سؤال واحد. ابن منطقه جد حفص، في ذلك الوقت فريق جد حفص مو من الفرق المنافسه يعني في الدوري الممتاز. نعم. كان ما بين صعود وما بين هبوط. نعم. الا ان استطاع شاكر عبد الجليل انه يكون طرف اساسي في المنتخب البحريني الوطني. ماذا يعني لك هذا الشيء انك انت اليوم يرتبط اسمك باسم منطقتك كشاكر عبد الجليل؟ احنا عرفنا جد حفص من كثيرين من الاسماء، ولكن من بينهم انت شرف اللي هو يكون شاكر عبد الجليل. ايش يعني لك هذا الامر يا كابتن؟ طبعا يعني لي شيء كبير ان تحمل شعار الوطن على صدرك، شعار البحرين، هذا اول شيء. وهذه امنيه اي لاعب اذا ما يكون عنده طموح انه يمثل المنتخب. هذا لاعب يعني مجرد خلينا نقول لاعب مجرد يضيع وقت، ما عنده طموح، ما عنده. احنا يعني الشغله اللي اهم من هذه مثل ما تفضلت، المنتخب دائما لما يتكون منتخب دائما تعودنا من الفرق الكبيره. يعني ما تستبعد انه مثلا 10 لاعبين من محرق او الرفاع او الاهلي او هذا، هاي اللي تعود سواء في البحرين او حتى في الدول الثانيه. نعم. دائما الانديه الكبيره هي لها باع،
نعم. احنا لما يكون يطلع لك لاعب من نادي درجه اولى او من نادي القرى، طبعا هذا شيء تفتخر فيه. صح. زين. وتكون ان انت تحت ضغط، وشيء يعني بالنسبه لك مو شيء عادي. نعم. يعني انت مو بس الحين تمثل البحرين، تمثل حتى الانديه الصغيره هذه وتعطي حافز حق الجماعه هناك، والعيون كلها فوكس عليك. منو شاكر عبد الجليل؟ يعني مثل ما قلت لك انت ما تستبعد عدنان ضيف مثلا من محرق معروف، جمعه بشير من الاهلي معروف، مريان عيد من الاهلي، بس هذا فلان من نادي صغير. نعم. زين. فتحس ان الفوكس عليه شوي، هذا يخليك تحت ضغط. صح. زين. فهذا انا صراحه كان يعني بالنسبه لي شرف كبير، خاصه اني انا يعني كنت لاعب صغير وعدنان كان يعرف هذه الشغله. جينا احنا مباشره من دوره ليون سيتي، كنا ناشئين. نعم. واختارونا حق الفريق الاول مباشره، يعني ما صار تدرج عندنا. فمثلنا الفريق الاول مباشره من الناشئين الى فريق الاول. كنت تلعب مع من؟ كنت تلعب مع عمالقه اسيا. فهذا بالنسبه لك شيء مو عادي. نعم. يعني لما تتكلم عن مستوى البحرين، تكلم عن فؤاد بوشقر، شويعر، يوسف شريده، حمود سلطان. هذا لين طبعا ابوتنا ابو محمد مع الاسف ما لحقنا عليه، هذا محسوب جدنا يعني، هذا ذاك ابوتنا. الله يعطيه طول العمر ان شاء الله. الجيل اللي قبلنا يعني ابو محمد كان نتشرف فيه يعني. اي زين. فمثل ما قلت لك يعني انت تتفاجئ، هذه المجموعه كانت قبل دورتين انت كنت جمهور، كنت تتابعهم بشغف. نعم. دورة 76 في قطر، دورة 79 في العراق. زين. وبعدين بعدها مباشرة بسنة تكون انت واحد من ضمنهم. صح. فهذه شيء بالنسبة لك يعني سوت لنا رهبة. زين. يعني وكان انا اخو عدنان بالضيف كان يدري بهذه الشغله، كنا احنا طبعا نمشي في خط متوازي مع بعض ويا عدنان ضيف، وكنا مع بعض في المنتخب. نعم. لما لعبنا دورة الخليج السادسة مثل ما قلت لك كنا نواجه عمالقة آسيا. العراق تتكلم عن علي كاظم، رائد حمودي، فلاح حسن. هذا شيء مو بالنسبة لك مو شيء عادي. مثل ما قلت، وطالع من وين انت؟ طالع من نادي صغير. صح. زين. فالحمد لله الصراحة يعني هذا بالنسبة لي أنا شيء أفتخر فيه. ومثل ما قلت لك والحمد لله رب العالمين توفقنا في هذه الدورة بعد، اللي هي دورة الخليج اللي هي السادسة. الحمد لله رب العالمين. ها؟ هذه البطولة بعد ظالمين. اي وظالميننا فيها يعني. بقول حق بنو. اي زين. فكانت هذه سبب شوية مثل ما تقول بروز شاكر عبد الجليل يعني، والحمد لله رب العالمين مثل ما قلت ان شاء الله يكون هذا حافز الى الأندية الثانية. والله ياك المنتخب مثل ما قلت لك يعني كان يعتمد على الفرق الكبيرة، بس الحين في مجال انت على قد ما تعطي زين راح تاخذ. اذا انت لاعب بارز زين، ما في نادي صغير ونادي كبير، كل واحد ياخذ حقه يعني. نعم. فانا صراحه هذه الشغله مثل ما قلت لك الفتره اللي طلعت فيها كان نادر ما يطلع فيها لاعب من درجه اولى. نعم. كانوا ينعدون على الاصابع. فطبعا اكيد هذا الشيء انا افتخر فيه واعتز فيه يعني. واحنا نفتخر فيه. يعني واحنا نفتخر فيه. نعم. واليوم احنا نقدم شاكر عبد الجليل مو حق بس الجمهور مال جد حافظ، احنا نقدمك نعم. حق الجمهور البحرين كلها، لان شاكر كان خير من يمثل. يوم تكلمت مع كثير من اللاعبين اللي اكبر منك سنا، الكل اشاد قبل لا يشدون في لعبك أمانة كانوا يشدون في أخلاقك مع الجميع. الحمد لله رب العالمين أبو حمد. احنا ما كنا ننتظر مقابل من الكرة غير حب الناس وغير أداء الواجب إلى نادينا والمنطقة وإلى البحرين، واستطعت أنك تكسب هذا الشيء يعني. هذا أهم شغلة يعني، إلى درجة أن أنا يعني اعتزلت الكرة من الباب الشرقي، ما طلبت اعتزال ولا بغيت مقابل ولا شيء. أهم شيء أن أنا أديت الواجب اللي قدرت عليه وقلت للجماعه مع السلامه يعني. يا والله يا كابتن وجودك اليوم وسطنا وبيننا ذي اكبر دليل انك نجم كبير وانك ما تنسي. الحمد لله رب العالمين. ما تنسي عقب الفتره الطويله اللي تركت فيها الكوره، اسمك محفور واكبر دليل تواجدك اليوم. مريان عيد، قبل لا نخوض في تسجيلك للاهداف المهمه، المباريات المهمه اللي لعبتها، سؤال عندي يراودني دائما من زمان. يعني مريان عيد يتميز بالهدوء.
هدوء الاعصاب، هدوء في اللعب، حتى وهو يسجل هادئ وهو يتحدث هادئ. يا اخي علمنا، خلينا بنستفيد احنا شلون نصير هادئين مثل مريان عيد. يعني شنو السر في مريان عيد في هدوءه؟ خلينا بس ساكتين احسن. لا هو هدوء يعني برا الملعب، بس انا داخل الملعب يعني من اللي يتكلمون وايد. نعم. بس مو بالشيء السلبي، دائما الايجابي، التشجيع، التحفيز، الامور هذه. نعم. هذه الامور تحتاجها، يعني بغض النظر برا الملعب طبيعتي يعني انه يعني اكون مو بمشاغب، يعني اسولف اتكلم، يكون عندي بس مو بصوت عالي. بس ما قد شفتك يعني ما قد شفتك مثلا يعني طول الفتره اللي انا لحقت عليك من بدايتك. زين يعني لحقت الحمد لله. في سنك لانه لا انت اكبر مني بس لحقت عليك وشفتك، يعني اقدر اقول عنك يعني. بس ما عندك مثلا التحامات خشنه مع اللاعبين المنافسين، ما كان عندك كثيره مثلا، ما كان عندك يعني حتى احتجاجات كثيره على الحكام تصل الى مرحله انك تنطرد، ودي يعني نادرا كلش يعني. لا انا مو من هذه النوع اللي يحب يستمتع في الكره. الحبيب اي اللي يحب يستمتع بالكره، يعني حتى لو بسوي سلايد بس ما احاول اني انا اصيب اللاعب او تكون عندي التحامات خشنه، والله هذه الامور تكون طبيعيه عاديه. بنتكلم عن تاريخك الطويل واللي احنا نتشرف فيه. بنطلع فاصل قليل، بنسمع بس كلمه حق البرنامج من العم العزيز الاعلامي الكبير محمد لوري، اللي شرفنا انه يكون ضيف ويانا في هذه الحلقه، ونرجع حق ضيوفنا. طبعا يعني يمكن في مقدمة هؤلاء النجوم اللاعب جمعة بشير، المدافع المعروف، المدافع القوي الصلب، اللي طبعا بدأ حياته وانهاها في بين جدران النادي الأهلي. طبعا بدأ عندما كان النادي باسم النسور في منتصف ستينيات القرن الماضي، وكان طبعا ضمن أشبال نادي النسور. كان متميز هو بالعطاء المخلص، بالانضباط والالتزام والفدائية في الملعب، وكان يعني واحد من المدافعين اللي قعدنا نذكرهم حتى بعد اعتزاله. طبعا مثل المنتخب البحريني في أكثر من بطولة، ومثل المنتخب العسكري كذلك، وكان مشارك في الإنجاز الكبير اللي حققه المنتخب العسكري في بطولة مركز ارتباط الشرق الأوسط سنة 1978. وبعد اعتزاله طبعا يعني خاض بعض التجارب في التدريب والإدارة في النادي الأهلي، وترك وراء يعني بعد اعتزاله أيضا ذكرى شفناه في نجله الأكبر محمد، اللي كان متألق كلاعب وكإداري. رجعنا لكم مرة ثانية. طبعا هذا التقرير أبو محمد يتكلم عنك وعن تاريخك الطويل المشرف طبعا اللي كلنا نتشرف فيه أبو محمد. وطبعا العم العزيز محمد لوري حرص أنه يكون مشارك، وبصراحة يوم قلت له أبدى استعداده قال لي طالما جمعة بشير موجود وكابتن عدنان موجود وشاكر موجود ومريان عيد موجود، قال أنا أيضا يشرفني أن أنا أكون وياكم، وما قصر. وهذه مو قريبة على الإعلاميين الكبار اللي إحنا نعتبر امتداد بالنسبة لهم. بالعكس. إحنا دائما نقول اللي ما له أول ما له تالي. عسى عمركم طويل الله يحفظكم. فأبو محمد شنو يعني لك أن اليوم محمد لوري يسرد هذا التاريخ الطويل؟ لا شيء اللي يعني من قبل، من يوم احنا لاعبين ونشوفه مدرب ونشوف هذه عارفين عنه، يعني مو غريب عليه هالكلام او الشيء اللي يقوله عنه. يعني هاي الشيء تاج نخلي على راسنا الصراحه، احترام كنا في الملعب نحترمه كمدرب، مو في اي شيء. وهاي الشيء اللي خلاه هو بعد طبعا اخبر منه وذاك وذي، والحمد لله لنا الشرف انه يتكلم عنه واحد مثل ذي عن هالاشياء دي. اي الله يطول في عمرهم ان شاء الله ما يقصرون، والله شهاده لله. يعني هو والعام ابو بدر ايضا ناصر محمد كانوا ويانا في الحلقه الماضيه. صراحه يعني انا كواحد اليوم اعتبر ابن بالنسبه لهم، دائما ارجع لهم، خاصه لما انا بتكلم عن ناس تاريخ، فدائما استعين بمن هم يعني عندهم درايه اكثر بهذا التاريخ.
على اساس اني انا ما اقصر في حقكم، فلازم اكون اجمع المعلومات من الناس اللي سبقوني، من الناس اللي عندهم خبره اكثر مني، واعتقد ان هذا الصح اللي احنا المفروض نسويه. هذا محمد طبعا يعني الكلام اي كلمه تصدر من اعلامي مخضرم مثل محمد لوري، هذا وسام يخلي الواحد على صدره يعني. هذا بالعكس ما قصر، ومثل ما قلت لك هذا نعتز فيهم هذولين الجماعه، ولما يتكلم لك يعني بمنطق صح، يقيم لك بشكل صح يعني. نعم. بدون مجاملات وبدون اي شيء. فمثل ما قلت لك الكلمه من هذا يعني هي كلمه مؤثره يعني. نعم. واحد يخليها مثل ما قلت لك وسام على صدره ويعتز فيه يعني. وانتم تستاهلون. ابو محمد، تطرق العم محمد لوري الى موضوع انك لعبت في الاشبال من النسور. اي نعم. خلي المشاهدين ابو محمد خاصه الجيل الجديد يعرف شلون ابو محمد لعب في نادي النسور. نعم. من القضيبيه للنسور. نعم انا كنت في ضبيه. اي نعم. الله يسلمك في النسور، لان الله يسلمك دائما انا امر على النادي، انا اتمشى واشوفهم واشوف الاشبال واشوفهم، وبيني وبين نفسي يعني ساعتها حاكي روحي اللي يشوفني يقول هذه مينوني حاكي طواف. اي اقول يخلوني انا العب وياهم. كان الله يرحمه جاسم المعاود ذاك الوقت يعني والله ابدا تصور لدرجه انه ويا على الملعب واروح لهم على الملعب بس عشان اجيب لهم الكواري اللي يشوتونها عدنان وذلين الربع برا. نعم. اروح لوين في الشارع واجيبها. يودني مره واحده الله يرحمه ايش اسمه كمان قال لي يقول لي يبا مو بشذي بيدعمونك سيارات وذاك وذي. خفت انا، قال لي تعال خفت متى ارتعد كمان قال لي تعال وانا املح اشلح بس وذي والله ويتي نعم استاذ قول. قال لي لا يا يبا لا تلاحق الكوارف خل بس بيجيبونهم وذي. قلت له ان شاء الله. زين اللي بالعتريجي يعني صراحه كنا نحترم اللاعبين جميع الانديه هاي نحترمهم. هاي لاعب في نادي عود او مدرب نشوفه دائما له احترام على مكانته. نعم. مهما يكون لا تقول لي هاي مال النسور هاي مال الاهلي هاي مال المحرق، لا دائما علمونا هم الاحترام. الصحفي لما نوقف معه ما نقول حتى لو قال ايش فيك انت منك الجول ما نزعل، نقول له ايش فيك انت ايش عرفك الكره، لا نقول له ان شاء الله ما صحتك لا طيب الله يحافظك. وهذا الشيء الحمد لله فضل الله هذا اللي خلانا وساعدنا على وعلمنا بعد ولدنا محمد الله يحفظه والحمد لله. وهذه اللي معروف عنكم. عسى عمركم هذا طويل. اللي معروف عنكم. نتشرف بكم احنا في اي وقت. نشوف تقرير ثاني ونرجع لكم. الكابتن عدنان ضيف اللي ممكن نطلق عليه المدافع الفدائي اللي كان متميز ايضا، بدأ وانهى مشواره بين جدران القلعه الحمراء. كان عاشق للمحرق وهو في يعني من يوم كان هو صغير يلعب في الفريج، واتيحت له الفرصه لما اكتشف طبعا شيخ المدربين على فئات الناشئين النجم الكبير احمد سالمين، فضم الى اشبال نادي المحرق، وكان واحد من ابرز المدافعين اللي يعني شهدهم تاريخ المحرق على مدى سنوات طويله. واحد من الجيل اللي كان جيل مخضرم من محمود سلطان ويوسف شريده ومجموعه من اللاعبين اللي لعب معاهم ابراهيم الحردان، ومجموعه من اللي حققت بطولات عديده لنادي المحرق. ويعني كان هو ايضا متميز بالاخلاص والانضباط والولاء. عدنان ضيف ايضا مثل المنتخب الوطني في اكثر من مناسبه، سواء كان لما كان مع فريق الاشبال لما لعبوا دوره ليونز في سنغافوره، ثم طبعا لعب مع الفريق مع المنتخب الاول في دورات كاس الخليج السادسه والسابعه والثامنه وعلى ما اعتقد التاسعه. فكان له يعني مكانته على المستوى المحلي والدولي. وعلي ايضا الاعلامي الكبير العم محمد لوري، انا قلت انك غيور وهو قال انك
فدائي. ابيك تذكر لي موقف، او احنا سمعنا بان الكابتن عدنان ضيف لعب في يوم عنده حاله وفاه لاغلى من يعز في الدنيا، في هذه الدنيا. تكلمنا عن هذه اللحظات وعن هذا التاريخ. والله اول شيء الشكر والتقدير حق محمد لوري، طبعا هاي مخضرم صحفي، والصراحه هذه يعني كانطلاقه عدنان ضيف من الاشبال الى الشباب، ما يقصر، دائما يذكر عدنان ضيف، وانا اقول له مشكور وبيض الله وجهك وما قصرت يا محمد. فبس بالنسبه حق حالة الوفاة، حالة الوفاة هذه الله يسلمك، توفى الوالد يوم الخميس الله يرحمه، كانت عندنا مباراة ويا الحالة، كنت جالس يعني في البيت، الا الله يرحمه الشيخ خليفة بن سلمان طق الباب، طلعت له قلت هلا مرحبا يا هلا ابو محمد شلونك عساك طيب؟ قال لي وين الوالده؟ قلت له والله الوالده يعني ما من ورا الباب كيلو. قال لها يا بدا الوالده معادل، قلت يا معادل نبي عدنان يلعب ويانا اليوم. وقالت له بهالكلمه ذي انا ما انساها. زين؟ والله بوح يا اخي كان لا يعني اسئله يا اخي لا اله الا الله. بوح قالت لي يا يبا الحي ابقى من الميت. قلت حق محمد سمعت الوالده ايش قالت؟ قال لي بس على طول في نفس اليوم بدلت ورحنا النادي، وعقب النادي رحنا هناك جلست، بعد الله يرحمه ابو عبد الله كنت جالس بروحي، هي بعد عظم لي الاجر في الوالد وهاللون كذي هذه. شو اقول لك يعني بالنسبه عن شنو بعد قمه العطاء. شوف قمه العطاء وقمه التضحيه، برغم انه يعني اللي يشوفك في الملعب، لا اللي يشوفك في الملعب شوف اللي يشوفك في الملعب ما يعكس المشاعر اللي تمتلكها. انت فرضا مثلا هذه صديقك ابو محمد وتحبه وايد وتقدره كصديق، مو حاجه كرة قدم يعني لا يطلب روحك اعطيته روحك، لو تطلب عيني اعطيته عيونك. هذه انا بالنسبه حق محرق يعني شو اقول لك قسما بالله، تليفون شيخ امي هلون مر علي ونروح طق مني المانيا، والله العظيم قسم بالله ترى صدق اكلمك في اشياء كثيره وقفوا الوالد اخوي اخواني، يعني هذين يعني بذمتك هذه ما ادري شو في قلبك ما تحبهم يعني من طيب اصلك وكرم اخلاقك انك تذكر هذه الشيء. والله العظيم قسم بالله يعني ما يصير انت تنكر كل هالاشياء هذه، لازم يعني واحد يذكرها على اساس انه حق الجماهير وحق الناس يعرفون، لا يشكر الناس، لا يعرفون شنو شيوخ المحرق. اقول لك انا الصراحه ذي والله والنعم فيهم والنعم في شيوخ البحرين بشكل عام، والله يطول في عمر جلاله الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء، الله يطول في عمر شيوخنا كلهم ما مقصرين علينا، ربي لك الحمد والشكر. كابتن شاكر، ما واصلت اللعب سنوات طويله، اعتقد انه ربما تكون الاصابه، يعني اذا صادتك اصابه او في سبب اخر اللي خلاه، كان ممكن الناس تقول انه شاكر ممكن كان يقدر يواصل، الا انه هو اتخذ قرار خلاص. هل اتخذت القرار في الوقت المناسب انك تبتعد عن الكوره؟ والله ابو حمد يعني مو بالضبط الكلام اني مثلا اني انا اعتزلت في وقت مبكر، يعني اخذنا وقتنا ولعبنا سنين، يعني انا تقريبا يمكن تركت الكره في نهايه التسعينات، بدينا خلاص يعني العطاء بدا يقل شويه مثل ما قلت انت، يعني ما بغيت اهدم الشيء اللي سويته من البدايه. زين، في نفس الوقت كانت يعني نادي جد حفص ذاك الوقت يعني يمتلك قاعده قويه
الفئات السنيه. نعم. في وجوه قاعده تبرز بشكل سريع يعني. فقلت تحافظ على نجوميتك. يعني بالضبط في الوقت اللي انا مثل ما قلت لك يعني بدا العطاء كان يقل بعد ما كان ننتظر. في اصابه، ما كان في شيء. لا الحمد لله رب العالمين. انا طول مشوار الرياضي ما صارتني اصابه منعتني عن اللعب يعني. نعم. اصابات بسيطه يمكن توقفك مباراه او مباراتين، اما منعتني عن اللعب بشكل نهائي ما قد صارت هذه. بس كنت تقدر تعطي على الاقل 2 3 سنوات. بس مثل ما قلت لك يعني كنت اقدر اعطي، بس ما كنت انتظر يعني الناس تجي تقول لي خلاص خله يبتعد. نعم. خلني اطلع على الاقل والناس تذكرنا بخير. انزين أبو حمد يعني. ايش رايك اذكرك الان بشيء؟ خلونا نذكر اعزائي المشاهدين شاكر عبد الجليل. خلينا نشوف شاكر عبد الجليل ايش ينقال عنه يعني. شاكر عبد الجليل نجم نادي جد حفص أيضا بدأ وأنهى مشواره بين جدران نادي جد حفص حتى قبل لا يندمج تحت مسمى الشباب، ولو أنه هو ما يزال منتمي إلى هذا النادي اللي بدأ وترعرع فيه، لكن نجوميته الكروية تألقت مع تحت شعار نادي جد حفص لما كان يلعب في الدرجة الثانية، وبعد ذلك لما انتقل إلى اللعب في الدرجة الأولى بفضل نجومية شاكر عبد الجليل وزملائه المعروفين في ذاك الوقت محمد حبيب وعباس فضل، مجموعة من النجوم اللي تألقوا في تلك المرحلة. شاكر عبد الجليل نجم متميز بمهاراته، ولذلك تم اختياره من قبل المدرب البرازيلي سابستياو لتمثيل منتخب البحرين أو ضمن تشكيلة منتخب البحرين اللي مثلت المنتخب في دورة كأس الخليج السادسة في أبو ظبي عام 1982. كابتن شاكر، أنت موجود ويانا وإحنا نتشرف فيك. نعم. والإعلامي طبعا الكبير محمد لوري اليوم يتكلم عن شاكر عبد الجليل. شنو مشاعرك عقب هالعمر؟ اليوم شاكر عبد الجليل نجم كبير يحضر في برنامج اسمه نجوم لا تنسى. ان شاكر عبد الجليل لا ينسى وانت تسمع لي. شنو شعورك الان؟ الحمد لله رب العالمين. يعني شعوري ان احس ان الدنيا ما زالت بخير، الناس دائما يعني تتذكرك بشيء طيب تذكرك فيه، وهذا الحمد لله مثل ما قلت لك، لان احنا ما انتظرنا يعني نلعب الكره لاجل ماده او بمقابل. الحمد لله رب العالمين هذا اللي كسبناه من الرياضه. زين، هذا اللي انتظرناه الحين. كلمه يعني كبيره من انسان كبير مثل ما قلت لك اللي هو ابو حمد، نعتز فيها ونعتز بهاي التجمع، وهذا بحد ذاته يعني يكفي بالنسبه لي انا. لا باذن الله ذي التجمع ان شاء الله ما راح ينتهي، هذا بدايه التجمع ان شاء الله. راح يكون لكم مو برنامج، راح يكون لكم برنامج واشياء غير برنامج. وشوفوا مهما يتقدم لكم ترى قليل في حقكم. ترى شوفوا انا مؤمن بحاجه واحده، ايمان مطلق، وهي السبب اللي اصلا خلاني افكر اصلا في هذا الموضوع، اقامه مثل هذا البرنامج، ان انت وعزاز علينا شرفته وضحيته وجيتوا في وقت ربما قدمتوا فيه يعني باخلاصكم بعرقكم. فاليوم لما احنا يعني اني بمجرد يعني شيء بسيط نمسح عرقكم للانسان، يعني يمسح عرقكم انا او سوى المشاهدين اللي يشاهدونا، نمسح عرق تعب سنينكم، نوصل رسائل لاولادكم. من هم ذي يا جماعه؟ بس يرفع الان اذان العشاء، نطلع زين حق الاذان ان شاء الله، فاصل ونرجع مره ثانيه ان شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أخي خليتكم من 84 الشيء يا هلا وغلا فيكم اعزائي المشاهدين. طبعا رجعنا لكم مره ثانيه. طبعا ابو عيد، الدوره الثامنه اللي صارت في البحرين في 86 احرزت هدف انا اعتقد انك تعتز فيه، يعني امام المنتخب السعودي الشقيق اللي نكون له كل تقدير واحترام حق اخواننا السعوديه الله يحفظهم. فيا ليت تكلمني مريان عن الهدف، عن سيناريو المباراه شلون وماذا يعني لك هذا الهدف الى اليوم. هو تقريبا يعني الهدف هي في وقت يعني يمكن نهايه المباراه، يعني طبعا ما كنا تتوقع يعني سيناريو المباراه ان احنا تسجل علينا هدف التعادل كان من دقيقه 43 تسجل هدف التعادل على البحرين. اي عن طريق ماجد عبد الله طبعا النجم الكبير ماجد عبد الله. كان الوقت يعني يمكن على نهايه المباراه. فذي الوقت ما كان في يعني مجال ان انت ترجع على ورا لما تبتدي الستارت الكره. نعم. فكان الله يذكره بالخير علي حسن. نعم. خذ الكره وحطها، وقفنا عند نص الدائره الستارت من صفر الحكم. يعني عاده ساعات تكلم ويا اخوي عدنان علي يلف ويلعب الباص يرجع حق اللاعبين النص او حق المدافعين. نعم. هالمره لا، علي قال لي خلاص خلينا نطلع لقدام. وكان يمكن في ذي الوقت كانت الفرحه النشوه حق المنتخب السعودي ما كانوا مركزين في ذي الوقت. فعلى طول لعبنا بالتمريره مررت له وركض على قدام. يعني كان في لحظه حسيت ان التمريره جاتني قدام الجول انفراد. بس كان ذي الوقت يعني لما استسجل الهدف في ذي الوقت يعني شيء مفرح بالعكس بالنسبه لنا. حتى الجمهور اللي كان موجود يمكن الملعب كان مليان الملعب يمكن تقريبا، وان تسجل في ذي الوقت يعني كان فرحه ما تتصورها يعني هل تعتبر انت ذي يعني افضل مناسبه وافضل هدف سجلته في كتاريخك؟ لان انا اعتقد ذي ابو عيد هو اللي صق فيك. اكيد هو كتوقيت الهدف، الحضور الجماهير، البطوله عندنا في البحرين كنا نجاهد ان احنا نفوز فيها في ذي الفتره. فتوقيت الهدف كان له بعد دورنا يكون الهدف شويه يكون مميز بالنسبه لي في هذه الفتره. فخاصه لما بترجع بتشوف المنتخب السعودي في ذي البطوله، المنتخب ترى متميز متمكن. نعم. خاصه الخط الخلفي كان عندهم احمد جميل رحمه الله عليه، محمد عبد الجواد. فصعب ان انت تحصل روحك في ذي الوقت
قدام الجول. والله نجم كبير نعتز، والحمد لله يعني الله وفقنا. نجم كبير نعتز ونفتخر فيك مثل ما نفتخر بالباقي الاخوان. نسمع الاعلامي الكبير محمد لوري ايش قال عن مريان عيد. مريان عيد واحد من ابرز لاعبين خط وسط اللي انجبتهم ملاعب كرة القدم البحرينية. ايضا هو من اللاعبين المنتمين الى نادي واحد اللي هو نادي الرفاع، بدا مشواره فيه وانهى فيه كلاعب. تألق طبعا في فئة الاشبال وفئة الشباب، ثم تم يعني استدعائه للفريق الاول بالنادي، وكان مريان واحد من المتألقين منذ يعني اللحظة الأولى اللي مثل فيه الفريق الأول، بدليل أنه تم استدعائه في الموسم التالي لتمثيل المنتخب في دورة كأس الخليج. المشهد اللي ما انساه الهدف اللي سجله على المنتخب السعودي في الدورة الثامنة، اللي هو لما كان المنتخب السعودي سجل عليه جول، سنترت الكرة على طول مريان عيد حط التعادل. حتى الفريق السعودي الشقيق للحين ما يعني مدان انه يفرح بالهدف ماله، وكانت لحظة يمكن لا تنسى، ستظل عالقة يعني بأذهاننا احنا وأذهان كل البحرينيين. ومن ثم طبعا بعد ما ترك الكرة أو اعتزل، اتجه إلى التدريب، ويمكن هو واحد من المدربين اللي استمروا في هذا المجال. درب في نادي الرفاع، ودرب أيضا نادي البسيتين، درب نادي الرفاع الشرقي، ودرب المنتخبات الوطنية على فئة الأولمبي والفريق الأول في أكثر من مناسبة وأكثر من بطولة. والله تاريخ يا أبو عيد، بصراحة تاريخ الكل يشهد له. الحمد لله يعني الواحد يعني اللي يحتاج انه هو الناس تذكره بالخير، ما يحتاج يعني الشيطان وهذه يعني بجهود اللي حوالينك. يعني اللي يعني ما اقول الشغله جزء اخصها فيني، اكيد اللي حوالينك ان كانوا لاعبين، ان كنت يوم كنت في الملعب، ان كانوا كمدربين لما كنت في سلك التدريب. هاي الامور دائما شغل المجموعه هو اللي يبرز الشخص، والحمد لله الله وفقني يعني من خلال هذا. والله تستاهل كل خير. تفضل. اي تفضل. يعني الله يطول لي عمرك في هالبطولة هذه، يعني كتكتيك يعني يمكن، لكن كتوزيعك انت حق اللاعبين يمكن بعد الاخ مريان الحين بيقول لي صح، ملاعب لك كله قلب دفاعات. لاعب جمعة الهلال الله يرحمه، الله يرحمه ان شاء الله، الله يرحمه اللهم امين. ظهير يمين، ذمتك ابو هلال تحطه ظهير يمين، وجعفر حسين وكريم سيف وخميس عيد وعدنان ضيف يسار. ذمتك يعني وين تشوف هذه؟ ايه يعني معليش لعبني بس مو بذاك الزود اللي بيلعب اساسي ان هباك يسار. سالنا اجتمعنا فيه، كان بيركنشو الانجليزي عشان تذكره. نعم. اجتمعنا فيه جلسنا قلنا له يا اخي ايش سالفتك انت؟ ليش؟ يعني قال لي عدنان انت ما تتذكر ما عندكم مهاجمين. شو ما عندنا مهاجمين؟ عندنا ابراهيم عيسى وعندنا العماري مال الشرقي، العميري كذا لاعبين. على طاري عدنان اللي قاله، يعني حتى انا في ذي المباراه تشوفني انت هنا رايح مسجل جول، انا ما العب مهاجم، انا حاطني فورورد يعني مو بمركزي يعني. اقول لك فهذه الشغله كانت يعني شيء لا اثرت علينا وايد شيء عايزين كانت بطوله ممكن نستفيد منها يعني. مو بدي اذكر اخر شيء. المهم خلاص ردينا. عدنا نضيف رد قلب دفاع مكانه. وياي المهم ردينا كذا ولعبنا ويا الكويت، تعادلنا وياهم عدل، تعادلنا ويا الكويت، بس قدموا مستوى من احسن ما يكون. نعم.
بلعب لك 5 انت تشوف. اتذكر المباراة عدنان ما كان المدرب موجود فيها مباراة منكم، كنا انتم اللي اخذتوا القرار يعني شكله بيركن شو صح؟ لا ما نبي انت هالاشياء دي يعني نسولف احنا يعني لا ما ناظرة يعني هذه ورقة خلاص انتهت مثل ما تقول يعني. اي بس يعني انتم تحركتوا بدافع الغيرة يعني بغيتوا تسوون شيء. المفروض هذه واضحة واعتقد اعزائي المشاهدين كلهم اللي يشوفون عرفوا. لا مو اعرفها بس يعني لان ساعات الواحد ما يحتاج يتكلم. هو ابو حمد المشكله لان البطوله كانت عندنا وكان لنا نسبه كبيره ممكن احنا نفوز في البطوله يعني، بس كان ينقسم مثل ما قال الكابتن ان احنا نكون منظمين، شلون توزع اللاعبين، شلون اختيارك كمدرب حق توزيع اللاعبين لا واضح من كلام ابو علي عدنان ان للحين متحاسف على البطوله لان كانت في يدكم يعني. كانت في مجموعه لاعبين زينه. يعني الدوره ما كنت موجوده مع المنتخب هذه. الله يرحمه يغمد روح الجنه يعني هذه الشخص يعني اعطونا الكثير والله العظيم هذا. بس انت للحين مستعمل المباراه ذيك؟ للحين زعلان عليه؟ انا زعلان على كل المباريات اللي لعبناها ككل يعني. على الكل. تحس ان جيلكم عدنان يعني كان يستحق على الاقل بطوله خليج؟ اي والله العظيم احنا انظلمنا في الامارات 82 يوسف خميس، يوسف السويد. الكرة وين؟ هذه الخط الكرة مو اللي طالعه. لا ولا صفر، احنا وقفنا مدافعين يا لا كذي وسجله. يعني لما يجي الجول احتمال احنا يعني نلعب مباراه ويمكن ناخذ الكاس. لكن هذه بعد نظلمين، كلنا نظلم احنا ترى مساكين اللي تشوفنا. احنا مساكين؟ اي والله طيبين. الله يحفظكم ابو محمد. كثير شفت لك صور مع يعني اللي كلنا نتشرف ونفتخر ان احنا تكون لنا صوره مع جلاله الملك الله يحفظه. ففي كثير من المناسبات من على ايام المنتخب العسكري ليه لما انت كنت ايضا احد يعني الجنود اللي نعتز فيهم في السلك العسكري، شنو يعني لك هذه الصور لما تقابل جلاله الملك وهو يعني ملك البلاد؟ يعني شنو يعني حق ابو محمد هذا الامر؟ طبعا هذا الشيء اللي يعني ما كان في الحسبان ان انا يوم انه بسلم على الملك الله يطول في عمره. فهذا الشيء يوم دي يعني تقول شيء ميوديني شلون اروح اوقف الملك عسى عمره طويل اللهم امين. يعني هذا الشيء الله يحفظهم وشيوخنا متعلمين على هذا الشيء شلون يكرمونك، بس مجرد ان تسلم عليه بيده خلاص احنا الحمد لله نحمد ونشكره. ما بالك انه بيقول بعد طخه وما ادري شنو ودي. فهذا الشيء انا اعتز به ما دام انا الله معطني. الله لك طولة العمر يا رب. دائما الله يحفظك. لك طولة العمر يا ابو محمد. انا اتذكرها بخير. نعم وايضا جلاله الملك يوم كان ولي العهد نعم الله يطول لنا في عمره. نعم. ايضا استقبالكم يوم تجيبون كاس الارتباط الشرق الاوسط. نعم. اي نعم. في المطار. نعم. وايضا الجمهور كان نعم. البحرين كانت نعم. كلها وقفتكم. شنو يعني لك تواجد جلالة الملك في ذاك الوقت، وشنو يعني لك تواجد الجمهور في ذاك الوقت؟ احنا الصراحة خلينا نكون واقعيين، ما كنا يعني نفكر ان جلالة الملك الله يحفظه انه بيكون موجود على ويا الجماهير. يعني هذا الشيء قلنا يلا شفنا الناس والسيارات وذاك وذي، لكن عقب قالوا ها صبوا روحكم اكو ثرى الملك بيسلم عليكم. هني خذ الناس تم ترتعد. انا الله يحفظك وين بنشوفه وبنسلم عليه. شرف حق الجميع. شرف حق الجميع يعني والحمد لله بفضل الله ابدا يعني شيء ما كان في الحساب. الله يحفظهم ان شاء الله. الله يحفظهم حق ديراتنا يا رب يا كريم. يحفظ ملكنا ويحفظ ولي عهدنا. الله يكثر يحفظ الشعب البحريني الطيب هذه كله. الله يحفظك. نشوف في كلمة يعني صراحة يعني أسرتني أنا جدا. طبعا تكلم فيها الإعلامي الكبير محمد لوري وتحدث عن برنامجنا وأنا أتشرف أن أنا أسمعها يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أخوي عبد الله ودي أشكرك شكر كثير على دعوتي للمشاركة في إحدى حلقات برنامجك اللي هو توثيق لمشوار نجوم بحرينيين يعني يعني بذلوا مجهود كبير في تمثيل الوطن في فترة من الفترات اللي كانت طبعا ما كانت فيه هناك المادة هي العنصر الأساسي، لكن كان في الولاء للوطن هو المقياس الحقيقي لهم وهو الدافع الرئيسي لهم، وهاي طبعا شيء تشكر عليه لأن هذا شيء سيوثق للتاريخ. ثاني شيء ودي أشكرك مرة ثانية أيضا لدعوتي لهذه الحلقة بالأخص، واللي فيه يعني جمعت 4 من أبرز اللاعبين اللي مثلوا الأندية الوطنية والمنتخبات الوطنية وتميزوا بميزة الولاء والانتماء لأنديتهم. 4 ما لعبوا لغير الأندية الأم اللي يعني مثلوها طوال مشوارهم، بجانب طبعا تمثيلهم حق المنتخبات الوطنية سواء كان منتخب أولمبي أو المنتخب الوطني، وحتى بعضهم لعب في أكثر من فئة، لعبوا في منتخبات الشباب ثم الأولمبي ثم الأول. طبعا الإعلامي القدير محمد لوري نبهني إلى شيء صراحة أنا ما كنت عامل حسابه يعني، وهو أن أنتم 4 لعبتوا بس حق أنديتكم الأم. يعني الوالد العزيز أبو محمد لعب يعني من النسور للأهلي نفس النادي، شاكر لعب في جد حفص ما راح نادي ثاني، مريان عيد أيضا ما لعب حق غير الرفاع الغربي في ذاك الوقت، وعدنان ضيف ما لعب غير حق محرق. ف عادة أنا اللي ضيوفي كانوا ربما في بعضهم لعبوا كذا نادي يعني، ولكن اللي يميز هذه الجلسة اليوم أنكم 4 من أبناء النادي، يعني أبناء شرعيين لأنديتكم، يعني حتى ما رحتوا إلى أندية ثانية. يعني هل هذه يسميه يعني نوع من الولاء والإخلاص للنادي في ذاك الوقت؟ لأن أكيد كانت تجيكم عروض ولكن كلكم بقيتوا. من اللي فيكم يا عارض ولكن فضل نادي؟ بالنسبة لي أنا أتكلم عن نفسي يعني من بداية الكرة ما فكرت إني مثل إني أنا أفكر إني أنتقل أروح نادي ثاني، ما يخطر على بالك يعني حتى لو يجيك عرض. يمكن حتى في فترة من الفترات أتذكر أنا أول ما بديت يمكن في الثمانينات يمكن اللي كنا نسافر فيها معسكرات، نادينا كان يطلع معسكرات. نعم. يعني أنا ما دريت عن هذه السالفة يمكن لما متأخر بعد، يعني عقب ما رجعنا بسنة يمكن أو سنتين. كنا في هولندا كنا معسكرين في أحد الأندية، كنا نلعب مباريات ودية دائما، معسكر يكون في المباريات الودية. في أحد الأندية مثلا تكلم ويا إدارتنا، أنا ما دريت بهذه السالفة يمكن للحين الله يذكره بالخير الشيخ إبراهيم بن خالد. نعم. إذا تلاقى وياه دائما يذكرني في هذه الشغلة، بس يقول إحنا ما قلنا لك. إنه يالك عرض. إنه يعني عرض هناك في ذيك الفترة يعني، بس كنت صغير ذاك الفترة. كنت يمكن أدرس لحد الآن يعني، كنت يمكن 17 عمري تقريبا. فحتى لو يجيك ذاك الوقت صعب إن أنت تطلع برا، فما بقول لك هني في الديرة مستحيل إن أنت تطلع يعني، خاصة عاشق ناديك سماوي سماوي ذيك الفترة وعدنا ضيف. عدنا ضيف الله يسلمك. يعني أنا هالسنين هذه يعني أنا 95 معتزل يعني. نعم. أنا مو متحكي، الحين أشوف بعض من اللاعبين يعني ما نذكر أسامي، شلون يعني تهدون ناديكم وتروحون تلعبون نادي وتلعب ضد النادي. هذه أي ولاء، أي محبة، أي ما في شيء من الولاء ذي. بيقولوا لك زمن احتراف. اي زمن احتراف ما احتراف. انا هذا كان اقول لك لان الفلوس هي اللي توديهم، لكن احنا لما يعني في اعتزالي انا ما اقول حد يعني بس لو يقولوا لي نبي عدنا نضيف نبي كثير نادي يعني ما ينحق نادي محرق، عارفين ان عندنا مستحيل يهد يعني يلعب ضد نادي، لانه مستحيل، لان اللي يلعب مباراه في يوم وفاه ابوه انا اعتقد مستحيل يروح نادي ثاني. اي لا بس يا اخي ما كان بعد فكر اللاعبين قبل النادي. اي يا اخي اطلع اروح نادي ثاني. اي بس اليوم انا اعتقد ان كابتن شاكر اسالك ذي السؤال اليوم، يعني انا اعتقد ان المفاهيم هذه اختلفت جدا عن السابق. اليوم عصر احتراف، عصر كذا. هل شاكر عبد الجليل ايضا تقدمت له عروض؟ انا اتوقع نعم
كان في عروض من انديه كبيره، يعني ما ابغى يعني اذكر اسم النادي. نعم. وقدم لي عرض وقال لي بنسوي لك اشياء مغريه يعني، بس مع الاسف ان احنا تعرف مثل ما تفضل ابو حمد. نعم. زين، قال احنا دائما عندنا الولاء هو طاغي على الناحيه الماديه يعني. فانا كنت اشوف قدامي نادي جد حافظ فقط. نعم. زين، فيعني رفض كل العروض يعني. زين، رغم انه كان في عرض مغري يعني من نادي محلي يعني، ونادي كبير في البحرين. نعم. يعني احنا الحين خلونا نشوف تقرير جميل عن الوالد العزيز ابو محمد. محمد غانم يقطعها جمعة بشير براسه، احسن ابو محمد. تميز بلعبات الرأسية الطويلة اللي ما كان احد ينافسه فيها، واطلقوا عليه ملك الرأسيات، ولكن لقبه الاشهر في الوسط الرياضي هو ابو لمعة. جمعة بشير احد ألمع نجوم الكرة البحرينية، قضى 18 سنة كلاعب داخل القلعة الصفراء، وكان من اللاعبين المخضرمين اللي بدأوا مشوارهم مع النسور وأكملوا المسيرة مع النادي الأهلي بعد عملية الدمج أواخر السبعينات، وتشرف أنه يكون أحد الأسماء الذهبية اللي فازوا بكأس الأمير كلاعب وكمدرب. هذا التميز حق محمد ما كان مقتصر على ناديه بس، بل امتد معاه للمنتخبات الوطنية، بداية مع منتخب الشباب اللي مثله في كأس آسيا، وصولا إلى المنتخب الأول، إلى جانب المنتخب العسكري اللي كان أحد عناصر الأساسية في الفوز بكأس ارتباط الشرق الأوسط. عن بعض المباريات اللي لعبتها، والله انه شيء يسر الخاطر. الله يحفظكم. والله يعطيك الصحة والعافية. تسلمون والله. تشرفت انا بكم. كبير ومشرف صراحة. عسى عمركم طويل الصراحة، الواحد قد ما يتكلم عنكم ما يوصل، يعطيكم حقكم. لا على هالشيء ذي. الله يحفظكم ان شاء الله. قليل والله في حقك. لا بالعكس، عسى عمركم طويل، الله يحفظكم. احنا ترى فريق الاعداد ترى يعني تعمدنا ان احنا حق كل لاعب نسوي له تقرير. يعني شاكر اليوم ما عنده تقرير. ما قصرتوا. ابو محمد كذلك مريان، طبعا مريان عيد من اللاعبين يعني اللي المفروض يكون عنده. كونه اصغر سنا، ولكن مريان عيد ما اعطاني ولا فيديو. مريان عيد ما عنده شيء. انا من اليوم انا مسؤول مريان عيد انه يجمع له ارشيف، لانه لاعب كبير، وانا اعتقد انه انا بصير مسؤول مريان عيد بيجمع له. والله ما عنده. احنا ما اعطيتني يا كابتن شيء. لا الأمانة، لأن احنا يعني ذاك الوقت يمكن التصوير يختلف عن حاليا، يعني الحين يمكن في اليوتيوب في هذه تحصل الشغلات، بس في جيلنا يمكن يعني اللي طلعنا فيه، يمكن أنا في سن الجماعة بس محمد، التصوير ما كان بسهولة أن أنت تحصل شريط المباراة، علشان أنت كان بالكاسيت. بنسوي لك مع أنه في التلفزيون موجود، بس احنا بنخليك مرتاح. واحنا بنيمن لك. تفضل ان شاء الله. طبعا هذه والله احنا نتمنى نحصل هذه الشغلات يعني. طبعا هذه كوفي شوب بلانكو طبعا ايضا من الداعمين والمساهمين ويانا دائما في الحلقه. هذه كوفي شوب. الله يحفظكم. ما مقصرين ويانا. عارف يختار. لا هذه ما يدري حتى في انا اعرف اختار. الناس قالوا لان انتم بتيون لا شكرا محمد ياخذ البكودر يا مال البريد. يا عليكم يا مال الحلقه، قلت بواحد اغلبكم. هو كان خاطره فيه الظاهر. كان خاطرك بذاك. لا بس لا ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظكم والله. لا الصراحه بالنسبه للارشيف يا كابتن شاكر وكابتن عدنان، ليش ما اهتميتوا بارشيفكم؟ والله انا وايد يعني احس ان في قصور مقصرين انتم. اي والله في انتم نجوم ما
والله بالعكس ما ادري شنو شغلوا عيالكم. الطاوله دي على كذا بعيونه زين. لا والله يعني ما عندكم ها ما عندكم ما عندنا شنو؟ عندكم تاريخ بس ما عندكم توثيق له. توثيق. شو نسوي؟ عند ابو حسام يطول لي عمره. إيه ليش عند ابو حسام مو عند عدنان؟ انا اقول لك ابو حمد يمكن كصور ممكن فيه صور فيه كصور موجود عندنا كصور. كفيديوهات صعبه. اخر شيء اقول لك مو طرش لي يا اخي بالمثال. لا ما يطرش حق احد. اقول طرش لي. يقول لك ان شاء الله صوره فيديو يقول لي كم تعطيني؟ هذه بالنسبه لكنز. هذه بالنسبه لكنز. الله يحفظ ابو حسام. الله يحافظك والله. كابتن شاكر طبعا من عقب اعتزالك كره القدم او ابتعادك عن كره القدم توجهت مباشره الى التدريب. الا انك ما طولت في مجال التدريب يعني. شو اللي شفته في مجال التدريب وخلاك تبتعد عن الكره بشكل كامل يعني؟ انا التدريب بالنسبه لي احس انه يعني ابداع. يعني كان فتره تجربه يا انك تبدع وتسوي انجاز زين او انك تقعد في البيت تبتعد. زين انا يعني اشتغلت في اكثر من نادي، الحمد لله كانت يعني فتره جيده وحققنا بطولات الفتره اللي اشتغلنا فيها، بس مو كان هاي الطموح. مثل ما قلت لك يعني التدريب بالنسبه لي انه مو وظيفه على اساس انها هي ماده، يعني هي متعه. ومثل ما قلت لك يعني تبغي تسوي ابداع، اذا قدرت تسوي شيء جديد زين، ما قدرت خلاص اقعد في البيت. يعني ذاك الوقت مثل ما قلت لك اشتغلنا في اكثر من نادي، بس يعني المثل اللي يقول اشتغلت في نادي بسيتين، اشتغلت في نادي الشباب، اشتغلت في نادي الاتحاد، نادي الاتفاق. زين المثل اللي يقول لك لكل زمن دولة ورجال. نعم. زين يعني انت مو معقول انت تجيب الحين عدنان ايوب وتقول له تعال اشتغل اليوم، او محمود جمال وتجيب تقول له تعال اشتغل اليوم. انا حسيت ان الفتره اللي قضيتها زين هي فترتي وانتهت، ما حصلت لي بعد فرصه انتظر اكثر. زين طلعوا ناس اكثر، خاصه عندنا يعني مدربين ما شاء الله، يعني المدربين دائما يتجددون. زين فالفتره انا احس انه خلاص القطار فات بالنسبه لي يعني. الجميل في مقوله، وهذا انا اعتبره ثقافه يعني، ثقافه عندك ان انت يوم سالناك عن ليش تركت الكره فقلت لان هي جيل قادم. نعم. قلنا لك ليش هديت التدريب؟ قلت لان هذه في ابداع وانا شفت نفسي انك ما راح اعطي وفي ناس قادمين. فانا اعتقد دي الثقافه يا ريت عند كل من الناس وقت ما يحس ان نفسه خلاص ما يقدر يقدم يمشي ويتيح المجال حقه. اي لانه ابو حمد يعني في التدريب استمراريه. نعم. عرفت؟ اذا انت ما تشتغل بشكل سنوي كل موسم تشتغل زين، ما في فائده انك تشتغل موسم وتقعد لك 5 مواسم، وهذا ما في فائده. محمد بعد لك تجربه في التدريب. اي نعم الله يحفظك. اي نعم الله يحفظك. اي نعم. اي فليش ابتعدت عن التدريب ابو محمد؟ لان شفت يعني مو ادخل روحي بين اشياء ناس مو مرتاحه لي، فاقول احافظ على نجوميتي والاحترام الناس بيني وبينهم وجماهيرنا. فانا قالوا لي لا ارجع، قلت لهم عسى عمركم طويل. لا طلعت لي عذر يعني بعد، والحمد لله ليومك ذي احنا نحب النادي ونحمد ونشكره. وليومك بالنسبه في عيون يعني اب عزيز. عسى عمركم طويل، لان قبل لا تكون لاعب وقبل لا تكون اي شيء. عسى عمركم طويل، لان انتم طيبين تشوفون الناس طيبين مثلكم. عسى عمركم طويل. عندنا نضيف لك تجربه كمساعد مدرب معتمد. قبل لما رحت البرازيل ليش ما وصل؟ الرقبه كلش راحت خلاص. اي والله العظيم الرقبه كلش راحت موت. مع اني يا تعب مره ويا عندنا من ابليس. المهم اخر سنتين يوت انا ويا كنا كان سلمان ابراهيم. لا مو سلمان، مو السعدون كنا ويا السعدون يا ولد سنتين وياه. بس ما ادري شو اللي كرهني في عمليه التدريب. يعني ما قدرت اواصل. نعم. بنرجع حق الكابتن مريان بس عقب هذا الفاصل بنرجع لك مريان لان انت الوحيد فيهم اللي واصلت التدريب. نحن
وعدنا الغالي تاجنا على راسي يا بحرين. بحريني اسم النبع بالشوق، هذا صوتي وهذه مواويلي، هذه أمجادي وهذا تاريخي، يا الغالية في القلب والعين. صوتك ضوى نجم يناديني لين ظلم الدنيا وسنيني، يا أول الأفراح في عيني، لما فرح وياك تكفيني. والأم وعيالي وانت كلام النور في بالي، وانت الهوى في أول وتالي، أحلى الأسامي انت يا بحرين. مهما شربنا الليل والونة ندري المحبة في العمر سنة، انت البلد واهل البلد احنا، ما في هوى من غير اثنين. عشنا وهان الأرض احملنا، من يوم واحنا صغار تحملنا، ما في مثلها الأرض تحملنا، عمر العمر انت يا بحرين. عزيني داريني رفعيني، ارفع راسك فوق الغيب. في العالي ولا انطفى نورك، انتي حلمنا وانتي سندنا، انتي املنا يا وعدنا الغالي، تاجنا على راسي يا بحرين. بحريني اسم النبع بالشوق، هذا صوتي وهذه مواويلي، هذه أمجادي وهذا تاريخي، يا الغالية في القلب والعين. عزيني داريني رفعيني، ارفع راسك فوق الغيم، ارفع راسك فوق الغيم، راسك فوق الغيب. شلون مرحبا يا هلا وغلا بكم اعزائي المشاهدين. طبعا رجعنا لكم مره ثانيه نواصل معاك الكلام يا كابتن. انت الوحيد طبعا من الاخوان الموجودين اللي وصلت مشوارك التدريب، شو اللي خلى مريان عيد يتخذ قرار انه هو يتوجه الى التدريب؟ واعتقد انه اخذ لك سنوات طويله، سواء كنت كمساعد مدرب في المنتخبات الوطنيه لحين انك دربت المنتخب الوطني فتره من الفترات، دربت فريق الرفاع الغربي في ذاك الوقت وحصلت بطوله، وايضا دربت الشرقي والبساتين، فعندك اعتقد تاريخ كبير ايضا في مجال التدريب، شو اللي خلاك تتجه الى التدريب؟ هو يعني على ما اعتقد انه هو حبي للكره، يعني من وقفت تقريبا في ال 99 2000 على طول من وقفت اشتغلت في النادي كمساعد مدرب، بس واندمجت ويا الشغل يعني كمساعد مدرب فتره بسيطه لين وصلنا مرحله تقريبا 2 ويا النادي كمساعد، ومن عقبها على طول مني رجع وصلنا تم استقطاب ستريشكو حق المنتخب الاول. نعم. سحبني معاه انه انا اكون معاه اكون كمساعد في ذاك الوقت، بس واستمريت يعني تميت اخذ الخبره من المدربين اللي مروا على المنتخبات، فحبيت الشغله، فكانت يعني خبرتي ازيد شيء كانت من مشاركتي دائما بالمنتخبات ويا المدربين اللي تمر على المنتخب، اللي هم كان ستريشكو على من يعني بعد يعني ستريشكو وكان ماتشيلا يعني بريجل سدكه فتره بسيطه الفتره الثانيه، فكانت خبرات دائما هذه خبرات وايد زين ان انا اشتغلت وياهم، فيعني حبيت الشغله وحبيت ان انا اواصل، من ضمنها ان انا بديت اني اخذ الشهادات يعني تدرج الشهادات السي والاي والبي للبرو، والله فهذه كانت مميز يا كابتن، مميز في كل مكان تحتاجها دائما، والله انك مميز في كل مكان تروح، مميز وتترك دائما بصمه جدا جميله باخلاقك العاليه مع كل من تتعامل وياه، في الاخير ياخذ منك الاخلاق، وهذه اهم. الحمد لله الحمد لله يعني هذه الامور كانت يعني خلينا نشوف الغيور نشوف الغيور.
يمر من واحد ابراهيم عيسى ومار داخل امام 18 الخطره هذه بتنلعب لفؤاد وعلى طول بالراس عدنان بيبعدها لزاكي. لاعب غيور على الشعار اللي لبسه، ومدافع شرس ما يرحب بأي ضيف في منطقة جزاء فريقه. هذه الصورة المعروفة عن عدنان ضيف اللي تدرج على يد أبرز الأسماء التدريبية في المحرق، بداية مع أحمد سالمين في الأشبال، وبعدها مع سلمان شريدة في الشباب، وبرز في الفريق الأول مع خليفة الزياني، وشكل هو وزملاء الشباب جيل واعد للكرة المحرقية، وساهم في احتكار الألقاب والكؤوس في عراد. أما مع المنتخب فكان حضوره الأول في دورة الخليج السادسة، واستمر ل4 دورات متتالية، وكان أيضا حاضر في أول مشاركة تاريخية حق المنتخب في كاس آسيا 88. ولأنه تميز بقوة شخصيته وكانت عنده كاريزما خاصة، نال أبو علي شرف حمل شارة قيادة المنتخب في عدة مشاركات إقليمية وقارية. ابو علي عندي سؤال اذا تسمح لي بس بابتسامتك هذه الحلوه. يقولون الاول ان عندنا ضيف ما يرضى احد يحاوره في اللعب، يعني ما ترضى احد يطوفك ويروح عليك تزعل، وعندك ان المدافع ما يصير يطوفونه، صح؟ الكل هذه ها؟ ابو محمد قدامه، يعني انا لما واحد يفرني يعني ايه قدامي وانا لحقه ايه هذه بس اتمنى تحفر لي ذي وتدفني. ما يصير ها؟ لا ما يصير. يصير بس قصدي تألمك. بس ايوه ما يصير. اقول لك اتمنى انه بس يدفنوني. يعني حتى ابو محمد سأله لما واحد يجيك ويفر ويروح عنك، والله انه ما يرقد. هذا الغيوريين اللي يحبون ناديهم مو بهذه قال لي يا خلي فورها دريبه. ايه لكن لما ذي لا تصدق. ابو محمد بعد قبل يسمونك ملك الرأس. نعم انا كنت الله يحافظك يعني بفضل الله في الهيد، يعني من اي مكان تشوت عليه لا حط راسي لها، ما اقول ذاك او ذي، لا الحمد لله نعمه من الله. والتمارين بعد التمارين يعني التمارين بعد له دور مع المدرب او شيء. نعم. اي في ناس يقول لك تيل الكره في التمرين، مثلا انت مهاجم يتيك الكره تسوي لها كذي. لا حطها روح لها حق ربعك. يعني الناس تنطرك تسجل، صح، تنتظر الدفاع يجي يسجل لك او يصلح لك، يطوف هو ويعفو وانت تي بارز مبرزه. يعني وايد الحمد لله بفضل الله يعني. نعم. نشوف الاهداف بالريل الشمال. خلونا نشوف اهداف الريل الشمال. البحرين الغالي على كل مواطن، لعبة كرة وخطرة وجول! الله! جول شاكر عبد الجليل! العديد من الإعلاميين والجماهير صنفوه بأن أفضل جناح يسار مر على الكرة البحرينية. شاكر عبد الجليل لاعب استثنائي ساهم في صعود نادي جد حفص للدرجة الممتازة أكثر من مرة، وعلى الرغم أنه كان لاعب مع فريق غير منافس على المنصات، إلا أن نجوميته كانت تضاهي بقية اللاعبين في أكبر وأعرق الأندية، وقدر يحجز لنفسه مكان بينهم في صفوف المنتخب الوطني. وانتقلت شهرته وسمعته لمستوى أكبر بعد بروزه في دورة الخليج السادسة اللي سجل فيها هدف على منتخب عمان، إضافة إلى مشاركته في الدورة السابعة والتاسعة. وبعد الاعتزال كانت له تجارب تدريبية مع فرق الدرجة الثانية مثل الشباب والاتحاد والاتفاق. شاكر كابتن، من متى ما شفت اهدافك؟ قاعد تشوف نفسك وانت تلعب
حركت انت في الفتره يعني في البرنامج. خليك تعيد ها. اوه مثل ما قلت يعني احنا ما نحتفظ بالارشيف. نعم. عندنا موجود شغلات هذه بس عارف يعني تنتقل من بيت الى بيت الى يسمونه زين. نعم. يعني تتكلم عن 40 سنه تتراكم هذه الشغلات الحين فوق بعض. فانت هذه المره حركنا هذه الشغله خلتنا شويه مثل ما تقول نقلب في الاوراق شويه. في ذاك الوقت كابتن الجناح اليسار في البحرين الخليلي اللي يلعبون مركز الجناح اليسار. فهل هذه احد الاسباب اللي شاكر استغل ريل الشمال انه يلعب يعني ولا انه يكون موجود بهذه القوه؟ يعني ما كان كثيرين الاجنحه الصوب اليسار خاصه في المنتخب الوطني في ذاك الفتره. مثل ما قلت يعني هو اللاعب الاشول عمله نادره. نعم. من اول. نعم. زين ودائما الطريقه التقليديه القبليه اللي يلعبون 4-3-3. نعم. جناح يمين وجناح يسار. نعم. لازم هذا. زين فهذا مثل ما قلت اللي يلعبون جهه اليسار معدودين على الاصابع. نعم. يعني احنا كان على جيلنا كان ابراهيم فرحان البحرين، محمد فهد. نعم. زين قبلنا كان جاسم الدم، لا خليل شوعر كان جهه اليمين اكثر شيء يعني. زين فيعني انا من صغير كنت العب جناح يسار. فذاك الوقت يمكن مثل ما تفضل الاخ يعني كنت يمكن انا الابرز يعني. نعم. وهاي شهاده نعتز فيها يعني. بالعكس تستاهلها بعد. نعم. الحمد لله رب العالمين. عيالك ما لعبوا كوره؟ ولدك الياس بلا يلعبون. الياس لعب في الاتحاد لعب في نادي الشباب ولعب في الفسيتين. نعم. ووقف الكوره. وقف كوره خلاص. حاليا ما في احد يلعب منهم في يمكن انت يقولون ان يعني القطاع التجاري شوي خذك اكثر يعني انك بدأت تركز في الامور التجاريه صح ولا لا؟ حلوه ضحكته. اكو عدنان شكله عنده كلام. من وين هذا المعلومه عندك؟ هو ما شاء الله ذي شنو؟ يحب الفلوس. ما في احد ما يحب الفلوس. لا هو عاد يدري. هو يدري شو بس انا يعني مو هالقد التجار مثل ما لا 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 قصدي انك رحت الجانب. لا ما اخذتني من الكره، احنا كل شيء اعطينا حقه ترى يعني. لا انا قصدي من بعد الكره يعني. من بعد الكره يعني. لا انا حتى من بعد الكره لا على قولتهم بعد بدنك عليك حق. زين وهل عدنان ليش انت ما دشيت البزنس تجاره شيء؟ وانا دش اي بزنس تجاره. شنو وين كنا شاكر؟ شاكر والله ما قصر. ما يقصر شاكر اكيد. والله ما قصر يا عدنان. تعال مر علي المكتب يا عد والله العظيم. ولا في ما سويت لك شيء. ما سويت لي شيء خير شر. ولا الحين تفكر ولا؟ بس خلاص طقيت عمري 59 سنه باش افكر فيه بعد. لا العمر كله والله العظيم. توك والله شباب الله هذا ابو حمد. بس الولد بدا الولد الحمد لله بدا يعني شيء خفيف يعني بس والحمد لله بعد الحين يلعب نادي الحاله. الله يوافقه. وخذوا البطوله الله يوفقهم. ابن الوز عوام. الحين مشكله هم من بطني ومن ظهري الحين. يعني شلون مباراه محرق والحاله هذه لا بس ما تشوف خلاص. ما تشوفه اعديها خلاص وارتاح. الله يحفظه لك ان شاء الله. الله يحفظه لك. نشوف تقرير الاخيري نشوف الهادئ. كرة بتلعب، رفاع الغربي هاجم، عباس عبد المجيد، كرة معاه وخطرة ومرجع، الله! جول! رغم طبع الهادئ خارج الملعب، إلا أنه يجبرك على ملاحظته ومتابعته داخل الميدان بسبب دوره المؤثر في المباريات. مريان عيد أحد أعمدة الجيل الذهبي لسمر الملاعب، واللي كان لهم فضل في دخول الرفاع الغربي على خط المنافسة واقتحامهم لسجل البطولات المحلية، وبسبب أخلاقه العالية كان قائد محبوب في النادي والمنتخب أيضا اللي يمثله لسنوات طويلة. بوعيد واصل تميزه في الملاعب بعد ترك اللعب،
لكن هالمرة كمدرب مع عدة فرق أبرزها ناديه الأم الرفاع. وكان له الفخر كونه من المدربين القلائل اللي تولوا تدريب المنتخب الأول في تاريخ الكرة البحرينية، وقاد الأحمر في مشاركتين مهمتين وهي كاس آسيا وكاس الخليج. يا هلا وغلا فيكم. طبعا يا اخوان، يعني مو حقكم ولكن كثير من المساهمين والداعمين حق البرنامج، يعني طبعا اولهم اللي هو بحرين بي، هذا المكان الجميل اللي نتقدم لهم جزيل الشكر والامتنان. كذلك ايفنتس واي كيو اللي وفروا لنا هذا المكان الجميل والمريح اللي احنا قاعدين فيه. دلما مارين دو مال الجي تي. طبعا مجموع يعني حلويات جمال شويطر طبعا ما ننساهم، اللي دائما الضيافه عليهم في كل حلقه. حلويات جمال شويطر يجيبون لنا هذه القدوع، هذه كلها طبعا تكريما لكم. طبعا ما انسى الحواج، قهوتنا اللمسه الماسيه. طبعا مجموعه الحواج يعني نطرش لكم هذه الصوغه، طبعا هذه من مجموعه الحواج طبعا حق ضيوفنا كلهم، وانتم اعتقد انكم تستاهلون. انزين، وانا اعتقد اقل بعد من حقكم. يا ليت تطاول بس يا ليش لا يا عزيزي؟ اي كل واحد يا اما بس تحت في الارض. الله يطول عمرك. انزين، كذلك طبعا العم العزيز محمد العواضي طبعا صاحب البركه طبعا، وهو غني عن التعريف، وياما جهز المنتخبات سواء المنتخب الوطني البحريني او الكويتي. فاعتقد ان الاخ او العم العزيز محمد العواضي بعد حرص انه هو يعني يكرمكم. هذه طبعا بكوبونات داخلهم، ان شاء الله بامكانكم تروحون المحل وتصرفون الكوبون وتاخذون، وهذه قليل في حقكم. تفضل يا كابتن. ايضا طبعا اتقدم بجزيل الشكر والامتنان الى سما للرعايه الصحيه والاخت العزيزه اريج الخان على تقديمها لنا جوائز هذه المسابقه. طبعا في كل حلقه احنا يكون عندنا سؤال وحق 3 فائزين، وما قصرت، وايضا تقدمت تخفيض لمده 2 سنين للرعايه الصحيه في معظم مستشفيات والعيادات الخاصه في مملكه البحرين. فشكرا من القلب الى سما للبطاقه، والله يبعد عنكم الشر. هذه كلمه من بسمه لكم. واعتقد يعني ترى يا جماعه قليل في حقكم طبعا. وايضا ما يفوتني طبعا اشكر طبعا كوفي شوب طبعا ريفر وبلانكو، وطبعا الشكر اللي يعجز لساني عليه يا جماعه لازم نتكلم فيه ونعطي حقه، اللي هو مؤسسه سيار للانتاج الفني. كل هذه اللي تشوفونه في شخص هذا الرجل سامي سيار. هذا رجل مبدع، وايضا هو احد داعمين هذا البرنامج ايضا، بالاضافه له هو ايضا مخرج هذا البرنامج. فانا اعتقد الكل ساهم والكل قدم، لان هذه الحلقه هي تعتبر حلقتنا الثالثه، وربما نتوقف قليلا عن الحلقه الرابعه بسبب زياده الحالات. الله يبعد عنا هذا الوباء يا رب يا كريم، وترجع الامور الى مجاريها. بس ولكن حفاظا على صحتنا وصحتكم وصحه الاخرين راح يتوقف البرنامج الى شعار اخر، ومن ثم نرجع مره ثانيه حق هذا البرنامج. نرجع لك يا ابو محمد. تكلمني ابو محمد عن مرة قريت انك انت تشكر سمو الشيخ ناصر بن حمد على اللي هو امر لك بالعلاج خارج البحرين. فطبعا اكيد انت تستاهل، واكيد سمو الشيخ ناصر بن حمد يعني خيره مقرقنا صراحه كلنا. صراحه يعني حتى احنا كرجال اعلام، احنا كاشخاص كبشر يعاملنا كبشر. سمو الشيخ ناصر عمره ما بخل علينا. وقت الشدايد تلاقيه ابو حمد الله يطول في عمره. شنو يعني لك يا ابو محمد عقب هذا العمر نجل جلاله الملك سمو الشيخ ناصر بن حمد ايضا يقوم بما قام به جلاله الملك ومو قريب عليهم؟ شنو يعني لك هذا الامر من سمو الشيخ ناصر؟ يعني قد ما تحدث انا عنهم طبعا ما بعطيهم حقهم، لان الشيء اللي سووا لي يعني هم والنعم، لان ذي الشيء هم متعلمين عليه يعني. بس انا بالنسبه لي غريب، وتفاجات يوم كل شيء ما شاء الله تبارك الله، انا ما علي الا بثيابي
وهذا الشيء يعني دائما انا اتذكرهم بالخير، والله يعطيهم طولة العمر. اللهم لين الله يختارنا هذاك شيء. لا لك طولة العمر يا ابو محمد، وهم شيوخنا كرماء وانت تستحق. عمرهم طويل ان شاء الله. اي والله. والله تبي صراحه يعني الشيخ ناصر يعني من مش اقول لك من الشباب. نعم. اللي يعني كان احنا قمضنا وفتحنا وادي قدام عيننا. نعم. لما بتتكلم عن الشيخ ناصر يعني تصور البطوله اللي حققها دورة الخليج. نعم. وحصل بطوله كاس اسيا. ترى الرجال لما يتكلم واثق من كلامه. لما تصور قال بنحصل بطوله الخليج، خذنا بطوله الخليج. نعم. كاس اسيا، خذنا كاس اسيا. الحين بكاس العالم. قاعد يشتغل بريله بيده. وكلنا وياه. وكلنا وياه ان شاء الله. كلنا وياه حسب موقعه. كلنا وياه ان شاء الله نوقف وياه، بالعكس. نعم. يستاهل. نعم. لان طول هالسنين هذه يعني خلينا نكون واقعيين، يعني شفتوا شاب مثله انه مهتم بالكرة القدم. مو كرة القدم الرياضة عامة. شفته الرياضة والله صدقني وبالله قريب من الناس وقريب منا احنا شخصيا وقريب من لا ابو حمد في بعض مثلا لما يشوف التشكيله 11 لاعب، المباراة الثانية تشكيله غير 11 لاعب. شفت مدرب هاللون سوي؟ سوزة لا يعني وفقنا في اختياره. وفقنا وياه الا شيء بلوى ذي الشيء اللي ان شاء الله فالنا كاس العالم. الشيء اللي سوى فالحين الحين لازم يعني الكل يوقف ويا الشيخ ناصر. ما في شك الكل وياه وان شاء الله نوصل كاس العالم ويودونكم. لا ترى صراحه راح نطالب ان انت يعني او اوائل الناس اللي تروحون مع المنتخب. الحكي هذه ترى ما في بالي شيء انا، بس اقول لك ما يحتاج تصور لا تبرر شيء تصور من قلبك. شوف تصور ان ما يخلي احد يتدخل في عمليه التبديل. اي نعم. لو يسمع واحد بس لدرجه انه فرضوا على بكيته لاعب ودرى الشيخ ناصر حولوه لاعب وحولوه وسال عنه ذي انت. نعم. والله يوفقهم ان شاء الله. الله يوفقهم. ابو عيد عاده يعني الرئاسه في نادي الرفاع، يعني انا اكلمك من ايام الشيخ عبد الله بن عيسى بن راشد، اليوم الشيخ ابراهيم بن خالد، اليوم اكلمك عن الشيخ خالد الشيخ عبد الله بن خالد. يعني هذا الرجل عبد الله بن خالد انا اعتقد ان اليوم هو وايضا الداعمين له، وعلى راسهم طبعا سمو الشيخه مريم بن سلمان. هذه اللي يسمونها يعني ام الرفاع، وهي انا ما اقول انها هي الداعم الاول، هي الداعم الاول في الحقيقه، ايضا من الشخصيات اللي داعمه لنا احنا كلنا. يعني احنا يعني اليوم انا ما تنظر لي سمو الشيخه مريم ان انا من الشرقي او فلان من محرق او فلان من ذي، بالعكس توقف ويانا وياما وقفت ويانا. لذلك وجب انا اليوم ان انا اذكرهم لمحاسن ولكرمهم ولمحاسن اخلاقهم. فانتم يا ابو عيد اعتقد انكم محظوظين بهؤلاء الناس على مر تاريخك معاهم، على تعاملك معاهم. شنو شفيت من هذه الناس يا ابو عيد؟ يعني الامانه الواحد يعجز انه هو يتكلم عنهم. يعني انا يمكن بديت من رئاسه الشيخ ابراهيم بن خالد، ومن ثم الشيخ عبد الله بن عيسى، ثم الشيخ عبد الله بن خالد. يعني كل واحد يعني مثل ما نقول يعطي كل ما عنده من جيبه الخاص. توفير المستلزمات بس حق النادي، صفقات النادي، سفرات النادي، ولا ننسى بعد الشيخ خالد بن خليفه يعني في نعم الشيخ ابو بدر الله يطول في عمره. نعم. فيعني ولا ننسى يعني سمو الشيخ مريم. يعني هذول داعمين اساسيين حق النادي، وحتى لو تحس انهم بعيد عن النادي مو موجودين، لكنهم داعمين ومؤثرين بالنسبه حق النادي، خاصه في الفترات الاخيره مثل ما شفنا الحين الشيخ عبد الله بن خالد يعني غير اسلوب النادي، وبدا انه هو يجلب لاعبين اكفاء على مستوى، وجيل كله بحريني من غير اجانب. يعني يحاول انه يستفيد ويستثمر في اللاعب البحريني، وهذا الشيء يشكر عليه يعني هو والاداره اللي موجوده معاه. بس وهذه كله بداعم حق اللاعبين البحرينيين يعني في ذي المجال. نعم. فاحنا يعني الواحد يشكرهم ويشد على يدهم، وانه يشجعهم ويدعمهم في
في كل شيء يقومون فيه بالنسبه حق نادي الرفاع، واحنا محسودين يمكن على وجود هذه النوعيه. الله يطول في عمرهم ان شاء الله ويطول في اعماركم ان شاء الله يا رب يا كريم. كابتن شاكر، انا عارف ان كانت لك محاوله اللي هو انك تقدم حق رئاسه النادي، ولكن ما صار في توفيق، وهذه سنه الحياه وهذا امر طبيعي. هل شاكر عبد الجليل اليوم هذا النجم يوم من الايام راح نشوفه يترشح حتى لو كان عضو مجلس اداره مو رئيس، يعني حتى عضو مجلس اداره نائب رئيس؟ هل فيك ما زالت الرغبه او ان هي تجربه وخلاص بعدتك عن هذه الرغبه؟ يعني انا بالنسبه لي العمل في النادي ما عندي مانع اشتغل من اي زاويه. نعم. بس بشرط ان تكون في اجواء مشجعه حق العمل. نعم. يعني مع الاسف انا ترشحت الى النادي على اساس يعني ما تقول نخدم النادي. نعم. بس مع الاسف تبين ان ما كانت ارضيه صح. هذه ما تشجعك انك تخلي رجولك مره ثانيه. نعم. يعني انت مثل ما قلت اذا تبغي تشتغل، اذا ما تحصل ارضيه صح وتشتغل براحتك، نعم، زين ما راح تقدم اي شيء. انا التجربه هذه علمتني اشياء واجد، ومع الاسف اقول لك خلتني مو ابتعد خطوه، خلتني اتراجع مئات الخطوات، وما اعتقد اني اعيدها مره ثانيه، ولا افكر اني اشتغل في الرياضه، لان دخلت شغلات ما لها علاقه لا بالرياضه ولا بالروح الرياضيه. نعم طبعا. وهذه الامور لا راح تخدم الرياضه لا بشكل خاص في نادي الشباب ولا بشكل عام في البحرين بشكل عام. لا بالعكس احنا بالعكس في يعني ابو احمد في عندنا وجوه شابه ومتحمسه. نعم. حق العمل زين، والرياضه محتاجه حق التجديد. نعم. زين متى ما فسحوا لها المجال. نعم. لكن يعني مثل ما قلت لك خلت تكون في نوايا صافيه حق العمل. نعم. على اساس ان نقدر نغير شويه. نعم. نعم. بس اما بشكل يعني بعض الامور ساعات امور مي واضحه في شغلات. نعم. تشتغل من تحت الطاوله. نعم. هذه هو ما تخدم الرياضه. هو كابتن شاكر طبعا هذه هي سنه حياه الانديه ترى، مو نادي الشباب فقط ترى. بلى. يعني طبعا يمكن كل تقدير حق رئيس واعضاء مجلس اداره نادي جد حفص، ولكن احنا نقول اليوم في كل الانديه في هذه الاشياء اللي يعني مثلا تحزبات نوع ما، اللوبيات نفس الشيء. هذه اصلا صارت من الديمقراطيه اصلا ان كل واحد يختار من يبي من ما يبي، ولكن اعتقد ان هذا الشيء ما يخليك انك خلاص ان في المستقبل انك ما تبي، خاصه وانك انت نجم وتحظى بقبول الجميع. مثل ما بديت كلامي انا ابو حمد، نعم. انا بالعكس ما عندي مانع ان اعمل للنادي من اي موقع، يعني لو صارت مثلا فرصه. نعم. وحسيت ان انا لازم اكون متواجد. نعم. ما راح اتراجع. وانتم كلكم اخوان واهل ان شاء الله يا رب يا كريم. ابو محمد، انا صراحه يعني عبر هذا البرنامج يعني باقي لنا الحين 10 دقائق ونختم، اوجه رساله حق المعنيين ان اليوم انتم كلاعبين نجوم كبار قدمتوا والكثير 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 والكثير. انا اتمنى ان يكون لكم دور في الرياضه، مو شرط دور انكم تكون مدرب او انك تكون مدير او انك تكون لا لا لا, لا. الان في جيل مختلف. أكيد. هو يقود وكذا وهو يعمل، ولكن هذه مو معناته ان انا ما اشوف ابو محمد مثلا في بعض سفرات المنتخب كقدوه كنموذج حق الاجيال الجديده هذه. اليوم تعرف من ابو محمد، تعرف من عدنان ضيف، تعرف من مريان عيد، تعرف من شاكر عبد الجليل. فاحنا دائما انا وادعو ايضا من هذا البرنامج لكل من يسمعنا انه يعني هذه الرجالات ترى سواء كانوا الموجودين وياي الاربعه السابقين او اللي اسبقوهم ايضا في البرنامج او اللي بيون من بعد هذه النجوم، انه يعني انا عارف ان لهم شأن ولهم قيمه عند الجميع، ولكن نحن نبي نفعل دورهم، نبي نحسسهم انهم موجودين، نبي نحسسهم انهم ما زال لهم اثر طيب. فهذا كل ما اتمناه. عدنا نضيف بسألك سؤال. انت عاطفي
وايد عاطفي يعني ما اعرف شلون جمعت هذي العاطفه. والله عاطفي يعني تستحمق وكل شيء، بس ما شاء الله يعني دمعتك مو على طرف عينك، ما تقدر تتكلم انت. والله قريبه يا اخي، انا بعد مثلك يعني. انا بعد مثلك افكر يعني ذي الشيء وايد، يعني في اشياء وايد المتوقع يعني ما حتى عين ما دمعه ما تنزل من عينك، لكن ما ادري ما اتحمل. إيه؟ بس بتقول لي واحد يغلط عليك تزعل تصيح، بس واحد يغلط عليك تزعل تصيح، واحد يحترمك وايد بعد تصيح. انا وين مطلع الاخبار هذه؟ لا انا عندي مصادري، عندي مصادري ثاني شيء يبين حتى في الملعب ترى ابو علي. لا والله في الملعب لا. إيه؟ لا في الملعب انا يعني ما يعني اسمح لي، في الملعب انا لا مو قصدنا طق وذي، لا بس الملعب ما في لا لا انا قصدي انخسرت في الملعب عقب المباراه اللي انخسرت. عقب المباراه قبل انتهي. ايه انا ذي اللي قصدي يعني ما تغشمرت وانت تلعب وفريقك خسران، كان يبين عليك. حتى بعدك اسال شاكر، حتى في شاكر ذكر له موقف. نعم. محمد دورة الخليج السابعة. نعم. مثل ما ذكرت في بداية اللقاء، كنا نلعب ضد العراق عمالقة آسيا، فلاح حسن، علي كاظم، نعم، حسين سعيد، كريم علاوي، يعني اسماء رنانه نجوم كبار. كنت العب جناح ايسر وعدنان جناح ظهير ايسر مع بعض. في المقابل هناك قوه عندنا في البحرين لو يوسف شريده وخليل شوعر. نعم. احنا اول سنه وخبرتنا قليله وشغلاته هذه. كان في الباص احنا غلبنا المباراه 3 اعتقد 3-1 او 3-0. شوفوا الجماعه ملتمين على عدنان، كان يصير. نعم. راحوا لفؤاد بالشقور اقول له ايه زين، كان محمل نفسه هو هزيمه المباراه. لا هو يعني كان واجد متاثر في الباص ايه. قول لا اله الا الله يا هو ترى مسكون تحت. ايه تقول له ايه رغم ان فريق العراق مثل ما قلت لك مو فريق سهل يعني، بس مثل ما قلت يعني هو حمل نفسه المسؤوليه رغم انه ما كان هو المسؤول عن اللعب. هذه المعروف عنه. انا يا جماعه طبعا يقول لكم دائما الاوقات السعيده دائما تخلص بسرعه، فانا الحين عندي 3 دقائق باقي، فكل ابي كلمه اخيره من كل واحد فيكم. طبعا نبتدي بالوالد ابو محمد. عسى عمرك طويل. الصراحه دي الشيء اللي سويته ما كنا متوقعين انه بيصير، والله يعطيكم الصحه والعافيه، وهاي الشيء مو بغريب عليكم. الله يطول عمرك يا ابو محمد، ولنا الشرف فيك، كحلنا عيننا فيك اليوم. عمرك طويل. الله يطول عمرك. كابتن عدنان ضيف، كلمه اخيره. والله مشكور ابو حمد، بيض الله وجهك، وانا ترى يعني متابعك في الانستغرام. الله يطول عمرك. ما شاء الله عليك، الكلام يطلع منك دائما كله فيه ريحه الطيب. عسى عمرك طويل، ما عليك زود. واحنا يعني نشكرك بالنسبه انه وفرت لنا ابو محمد الشيخ، يعطيك الصحه والعافيه، رحم الله والديك القليل وابو عيد، والحمد لله شفناهم. هذا اللي سويته لنا يعني شاكم، واقول له مشكور يا والله يجزاكم واقل من يجزاكم كابتن شاكر. الله يخليك. الحمد لله رب العالمين، يعني كلمه شكر قليله في حقك يا ابو حمد، انت رجعتنا تقريبا 40 سنه لورا، ذكريات كانت زين. الحمد لله. زين، وهذه شغلات صراحه ما تنسي، كثر الله الف خيرك. وحسسنا ان احنا فعلا ناس ما زلنا نجوم، لنا قيمه يعني قيمه وهامه وجبال. الله يحفظك. يعني كثر الله خيركم وما قصرتوا. قيمه وهامه وجبال بالنسبه لنا. محمد اول شيء احنا شاكرين لك على التجمع هذه والفرصه السعيده اللي شفنا اخونا ابو محمد واخونا شاكر واخوي عدنان. شرفنا. وشيء يعني يشرفنا ان احنا نكون متواجدين في البرنامج مالك، ولا ننسى نشكر الجنود المجهولين، المخرج والمصورين والمعدين على البرنامج، ونتمنى لك ان شاء الله الافضل والافضل. يعني البرنامج ناجح ان شاء الله من بدايته، وان شاء الله يستمر. واحنا يعني الواحد يثلج الصدر انه هو لما يكون يطلع مره ثانيه الناس تتذكره ويشوف اخوانه ويتذكر الامور القديمه ويسترجعها. هذه الامور يعني انت نجحت فيها، ونتمنى لك ان شاء الله تواصل فيها الشغله دي يا رب. شو اسمه؟ طب اي نعم تفضل. سامي سيار. مشكورين حبايبي سيار محمود. حط اي اسم، حط اي اسم. شنو جايبك انت هني؟
نشكرهم. اي نعم. بيض الله وياهم. نعم. اي والله وياهم ابيض طبعا. من كل شر. طبعا انا يا جماعه في الختام طبعا ما يسعني الا ان اتقدم بجزيل الشكر والامتنان حق كل اللي دعمونا وما قصروا ويانا. اتقدم حق مؤسسه سيار للانتاج الفني على هذا العمل اللي اكثر من رائع. اتقدم حق اخوي عادل مهندس الصوت. اتقدم حق كل الاستاف الموجودين، العيال طبعا حمد وخالد وحمد وخالد الفهد واحمد خالد ايضا. ستاف كبير يقف وراء هذا البرنامج، ستاف كبير يقف وراء هذه الليله وهذه السهرات، لانه مؤمن حق ايمان بان اللي ما له اول ما له تالي، وهذول الموجودين اليوم ومن سبقوهم هم الاول ونحن التالي. اشكر عمي العزيز في الحلقه الماضيه اللي ساعدني ودائما واقف وياي، العم العزيز ابو بدر ناصر محمد، وايضا اشكر العم العزيز محمد لوري اللي شاركنا وكان ضيف جدا اثرى برنامجنا اليوم. ومهما اقول عن الشعب البحرين، عن شيوخ البحرين، أكون أنا جدا مقصر. الله يحفظ جلالة الملك، الله يحفظ ولي عهدنا ورئيس وزرائنا، الله يحفظ شعب البحرين، هذا شعب البحرين الحبيب. وإن شاء الله يا ربي الله يزيل هذا الوباء. إن شاء الله راح نؤجل برنامجنا لفترة معينة لين بس إن شاء الله الحالات شوي تقل ونرجع لكم ونواصل مع نجوم لا تنسى مع عبد الله بونوفل. والسلام عليكم ورحمة الله. شوفوا شاقر ويا شويعر رب يحفظهم من كل عين. شوفوا أبطال البحرين